فترفع بطاعة الله عز وجل وتعز، وتهان بمعصية الجبار. ولهذا كم أهينت من أسر، وكم أهين من أناس، وكم أهين من أشراف، وكم أهين من محترمين، وكم أهين من رجال أهانهم الله سبب الجوالات، سبب الجوالات. والقصص كثيرة جدا. امرأة في البيت يدخل لها شرير من الأشرار عن طريق الخطأ، زعم وهو متعمد، يأخذ لها رقم ويدق: السلام عليكم. ترد عليه: من معي؟ معك محمد. كيف حالك؟ ولا أنت غلطان؟ قال: لا مش غلطان. قال: والله أنك غلطان. من معي؟ قالت: معكم محمد. قالوا: إحنا ندور محمد. تغلق عليه ويجيب لها رقم ثاني وثالث ورابع ويدق على أم محمد. أم محمد لو عندها يعني بصر تكلم زوجها، تقول: لا والله واحد طرطور وقال الأدب وابن الكلب بيتكلم، ويوقع عليه يوم ويجيبون أبوه يجيبون. لكن أحيانا بعض النساء مسكينة ما تتكلم، والرجل هذا يتطاول معها، وربما حصل لها حالة ضعف، وربما حصل ابتزها.